مساء الخير عليكم او صباح الخير على حسب ما بتشوفي الفيديو. متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. النهارده دستة جاتو زي ما انتم ما شايفين كده بالفراولة، فانيليا مش شوكولاتة. عملنا مع بعض في فيديو مسبق جاتو الشوكولاتة مرة او مرتين، هتلاقوهم على القناة وهسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. النهارده هنعمل بكل سهولة الجاتو الكريمة او الفانيليا زي ما انتم ما شايفين بطريقة سهلة جدا وطعمها هايل جدا، وهقولك على البدايل وانا وشغالة كمان لو في حاجة عندك مش متوفرة. يلا مع بعض نبدأ الفيديو، بس قبل ما ابدأ حطي لايك وشير واعملي اشتراك في القناة وحطي كومنت محفز. تمام كده، انا عندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عندي كوباية الا ربع من الدقيق المنخول، عندي تلت كوباية من النشا، تلت كوباية من المية، نص كوباية من السكر العادي الحبيبات مش البودر، معلقة خل، معلقة محسن جل زي ما انتي ما شفتيه كده يكون عامل زي الفازلين، لونه شفاف مش لونه ابيض، وحبة فانيليا على البيض كده، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقول تاني المكونات واحنا شغالين: كوباية الا ربع من الدقيق، عليها تلت كوباية من النشا، تلت كوباية مية، نص كوباية سكر حبيبات، 4 بيضات، معلقة خل، ومعلقة محسن جل يكون شفاف مش ابيض، علشان الابيض ده بيكون خلاص مش كويس، ويكون خلاص فسد ومش هينفع نشتغل بيه لانه مش هينجح الوصفة معانا. فانيليا طبعا عشان البيض، وكمان معلقة من البيكنج باودر. هحط كل حاجة زي ما انتوا ما شايفين على بعضها. المية بتاعتي عادي من الحنفية، عادي مش لازم تكون ساقعة ولا متلجة، يعني باخدها من الحنفية عادي. هحط كل المكونات عندي. طبعا في ناس هيقولك لازم محسن الجل، لازم، ومحسن جل مش هينفع معانا المحسن الكيك، لا ده محسن جل. مش هينفع اللي هو البودر اللي هو زي البيكنج باودر، لا لازم يبقى محسن جل. تمام، هو ده اللي هينجح معانا الوصفة. هضرب بقى كده كويس جدا ما يقرب عن 10 دقايق. ولو انت طبعا بالعجان فانت يعني بتحطي المقادير بتاعتك وبتسيبيها تخلط مع بعضها. ده صاج 30 في 40، بحط من تحتيه ورقة زبدة وهبدأ احط الخليط فيه واسويه، وهدخل الخليط ده على الفرن درجة حرارته 180. هيقعد بس 10 دقايق علشان يطلع من تحت اللون زي ما انتوا شايفين كده ابيض مستوي، بس ابيض مش ياخد حمار علشان يطلع هاش، ما نزودش عليه السوا من فضلكم. تمام كده يكفي قوي 10 دقايق وتبدأي تختبريه بالخلة. انا ابتديت وهو سخن كده اشيل الظهر بتاعه علشان الورقة بتاعتي تطلع بسهولة، يعني او ورقة الزبدة. هنا بقى عندي شوية فراولة زي ما انتوا شايفين كده حلوين، هاخد الفراولة الصغيرة منها علشان ازوق بيها. ببتدي اقطعها كده خطوط خطوط خطوط، بس مش بوصل للاخر. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده مش بوصل لاخر الفراولايه، علشان لما اضغط عليها بقى ضغطه خفيفه كده من الجنب تقوم ايه مظبوطه جدا. دي طريقه تقطيع الفواكه اللي بنزوق بيها الايه الجاتو او التورت. بعد كده اخدت الصغيرين خالص احطهم بحالهم، وكم واحده بقى من الكبار هقطع حتت صغيره علشان نعمل الحشوه بتاعه الجاتو. على اخر النهار كده بقى ابتديت اشتغل في الجاتو بتاعي. هبتدي اقشر الوش دوت، بيبقى ملزق وبيبقى فيه زفارة كده مش مستحبة خالص، هو بيطلع بكل سهولة بعد ما الكيك بتاعي بيهدى يعني وبيبرد. بمسطرة كده ببتدي اقسم بالظبط النصين، القطع اللي عندي الصاج اللي عندي نصين علشان احطهم على بعض. انا بستخدم مسطره بسيبها على طول دي للاكل كده، مش بديها للاولاد، ما يعني ما فيهاش رصاص او اي مواد مش لطيفه. انا بسيبها في الدرج بتاع المطبخ ده للحاجات بتاعه الاكل وبس. قسمتهم نصين وهبتدي بقى اشتغل. ده معانا السائل اللي بنسقي فيه التورت والجاتوهات، واخدنا يعني قلت لكم عليه قبل كده، بتبقى عباره عن كوبايه ونص من الميه، عليها كوبايه سكر، وبرفعها لغايه لما تغلي كده، واطفي عليها واحط عليها فانيليا، وبسيبها تبرد، وبعبيهم بعد كده في الازايز. تقدري تضاعفي الكميه لو انت بتشتغلي كتير. هبتدي احط الكريم شانتيه، وعملنا مقاديره قبل كده مع بعض: كوبايه من الكريم شانتيه الخام البودر، عليها كوبايه من الحليب او كوبايه من الميه على حسب ما انت ما بتحبي تستخدمي، وطبعا بتحطي عليهم معلقتين من السكر لو انت جايباه اللي هو من غير سكر. حطيت كمية محترمة كده من الكريم شانتيه، وبعد كده حطيت فراولة، ولازم احط معلقتين تاني من الكريم شانتيه فوق الفراولة علشان دي اللي هتمسك لي الطبقة التانية من الكيك. تمام، عشان لازم تبقى ماسكين على بعض علشان ما تفضلش تتحرك مني.
بس كده هي طبقة خفيفة بس من فوق بس علشان تقدر تمسك الكيك. هبتدي بقى اظبط عليها كده زي ما انتم ما شايفين، وادي كده يعتبر خلصنا. لو اتقطعت منك حتة كيك زي ما انت ما شايفة كده مفيش مشكلة خالص، كله بيتدارى بالكريم شانتيه. القطعة اللي عندك دي بقى انتي وحريتك، يعني انا قطعتها على 10 قطع. يعني كانوا كبار كده ومحترمين، يعني حابين تقطعوها اصغر. هي دلوقتي الاحجام بقت في السوق بقت حجمها صغير جدا، فتقدروا تقطعوها على 10 ماشي، تقدروا تقطعوها على 12 ماشي. انا قطعتها على 10. انا جبت السباتيولا ديت او السكريبر اللي شكله دوت، وعملت كده جرانيش كده خفيفة تدي منظر يعني للكريمة. اللي انا بحطه ده بقى معلقة عسل نحل مخفف بمعلقتين مية. لا مش هو ده الصح، ده بديل الملمع اللي احنا بنشتريه من حلواني. بنشتري ملمع وبنخففه بمية وبنلمع بيه التورت الكريمة علشان ما تشققش، ويفضل لونها حلو كده وتكون بتلمع. طب انا مش عندي الملمع دوت. انتي تقدري تجيبي زي ما انا ما عملت كده معلقتين عسل نحل ابيض وبتخففيه بميه برضو، بتقدري تستخدميه بكل سهوله. انا في المرحله دي كنت دخلت الحته الجاتو بتاعتي دي كلها في الفريزر تجمد عشان اقدر اقطعها بكل سهوله. وبعد ما طلعت انا ببلش المنشار بتاعي بشويه ميه سخنه واقوم مسحاه، وبعد كده اقطع التقطيع اللي انا عايزاه. انا عملت مثلا 6 كده مستطيلين، وعملت 4 من المثلثات. تقدري تعملي اكتر من كده، يعني لو حابه تصغري الكميه او تصغري حجم التورتايه تقدري تعمليهم كلهم مستطيلات زي ما انت ما عايزه بقى، يعني يعني دي بتاعتك. تمام. انا بديكي بس الافكار وانت عليكي الابداع. انا بعد كده جبت بقى كيس سندوتشات عادي خالص مش كيس حلواني، حطيت فيه القمع وابتديت اعمل الاشكال دي. وانتي بقى زيني زي ما انتي مش يعني زي ما انتي ما عايزه. طبعا انتي لو انتي ما بتحبيش الفراوله ما تحطيش فراوله خالص ولا في الحشو ولا من بره، وتقدري تعمليها باي تزويق خالص اللي انتي يعني تحبيه يعني. انا مجرد ان هي كفكره يعني، لان انا حاشيه فيها ايه من جوه فراوله. يلا حطي اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس لو بتشوفيني لأول مرة. ولو بتتفرجي عليا من الفيسبوك اعملي متابعة للصفحة او للبيج. يعني بصي لو في بقى شكل مثلا عملته وما عجبنيش بقدر اشيلها بكل سهولة وبعمل الشكل التاني. مفيش اي حاجة بتقف قدامنا والموضوع سهل جدا. هبتدي برضو اغطي الفاكهة بتاعتي بنفس الملمع او بنفس العسل اللي انا عملته، لان لازم الفاكهة تفضل محافظة على شكلها ما تطراش ما تتبلش، علشان تدي شكل حلو قوي للجاتو بتاعي. تمام كده. علشان لو انا ما غطيتهاش بتدبل وبتخلي شكلها مش ظريف وبتبوظ معايا الشكل بتاع الفراولايه. سوري الجاتوه. بس كده احنا عملنا 10 قطع من 4 بيضات. دي حاجة حلوة جدا. احنا بنشتري دلوقتي علبة الجاتوه او دستة الجاتوه بكام؟ يلا وفرنا في البيت وعملنا حاجة جميلة وطعمها هايل، نضيفة جدا، هتعجبك جربيها. واشوفك في فيديو جديد، بس حطي الاشتراك واعملي لايك. باي باي.